لو فاكر ان الميه المعدنيه كلها طعم واحد انت وتروح تشتري اي ازازه، فانا عايز اقول لك لا. وتعالى دلوقتي نقارن. اول واحده معانا ازيز، كل دول مصريين. على فكره بقى ان في ميه كتير كل اللي احنا كنا بنشربها الشركات الثانيه دي مش مصريه اصلا، لانها تبع كولا، تبع بيبسي، تبع شركه نسله. فدي ازيز مصريه 100%. ويا ترى طعمها ايه؟ ميه هن في الاخر هيبقى فيها ايه يعني؟ شويه ميه. في فرق صدقني. طب بجد انا بشرب ميه وعارف انا بقول لك ايه. طب هقول لك على حاجه دلوقتي كبدايه. ازيز امر من مره اللانو. فيها مره في حدوقيه الميه شويه، ما ماشي. تحسش ان دي لا مش ميه حلوه. بي ووتر الميه بتاعتها جميله قوي. البي ووتر احلى منها، احلى ماشي. منها في الطعم. الميه ليها طعم، واللي بيشرب ميه معدنيه وبيجيب ميه معدنيه في البيت عنده هيفهم الموضوع اللي انا بقوله ده. دي بيوريتي. لا دي الميه دي تحس منزوعه كل حاجه، منزوعه مفيش اي تيست فيها. بي ووتر حلوه، ازيز مره سنه مش حلوه. إيلانو حلوه. يعني ايه الاول؟ لافي ما هقول بي ووتر بعد كده إيلانو. ووتر حتى شكل الازازه قيم جدا. في الاخر هي اهم حاجه يا جماعه عايز اقول لكم حاجه بس، ان كل الحاجات المصريه دي موجوده فين؟ في شرب زون. موجوده عند شرب زون، تيجي تلاقيها. ارجح لكم البي ووتر هي انضف ازازه ميه موجوده دلوقتي في السوق.